الرجاله، ما بقول لك الراجل مغلوب على امره، مغلوب على امره. الست دي ربنا يكفينا شرها. ايه رايك يا حاج في مقوله ان الستات عصبيه ونكديه؟ جدا، باي شكل من الاشكال. ما تحاولش، هم نكد 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 فوق ما تتخيل. ليه يا حاج؟ عايز تسال ايه تاني؟ قول لي ايه الاسباب وانا اقول لك الاسباب. يعني انت شايف ان يعني اي ست عصبيه؟ جدا، بس من ناحيه الماديات. اهم حاجه عندها الماديات فوق كل حاجه. الماديات عندها، الماديات دي امر اساسي. مفيش ماديات تدي لك ظهرها وتنكد عليك. طب هو العصبيه بس في الستات ولا في الرجاله كمان؟ لا، الرجاله الراجل مأمور يا عيني، ده مغلوب على امره، ده مغلوب على امره وعايز يعيش وغلبان، ده منهم لله. دي فعلا زي ما قالوا، من الضلع، من عضو، من ضلع اعوج. يعني الرجاله ملايكه والستات هم الوحشين. الرجاله، ما بقول لك الراجل مغلوب على امره، مغلوب على امره. الست دي ربنا يكفينا شرها. ايه رايك في مقوله ان الستات عصبيه ونكديه؟ لا، مش دايما كل الستات عصبيه ونكديه. ليه؟ مش كل، على حسب الناس، يعني تبقى اطباع اشخاص. يعني طب يعني انت متجوز صح؟ متجوز اه. طب يعني في عصبيه كده معاك، لان بتحصل موقف مثلا معاك بين عصبيتها فيها كامراه؟ لا لا لا، الصراحه لا. هو بس كل الحكايه ان اي حد بيتجوز لازم يكون في توافق، يعني هو ده اللي بيفرق مع الناس وبعضيها. لكن طبعا في عصبيه اذا في حاجه غلط، فبناء عليه بيحصل عصبيه. بما ان مفيش توافق بين الزوجين قبل الجواز او بعد الجواز، فمن هنا بتحصل العصبيه مش اكتر. لكن لو الناس منسجمين مع بعض مفيش عصبيه ان شاء الله. انا عن نفسي ما عنديش عصبيه. شكرا. ماشي.